بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا معكم أكلات سجدة. أول مرة يشوفني يا ريت لايك واشتراك وتفعيل الجرس زي تحت القناة عشان ينزل لكم مني كل جديد. معلش أنا بادئة الفيديو كده متأخر شوية، بس أنا عجبتني الفكرة قلت أصورها معاكم إن شاء الله تعجبكم. أنا كان عندي حتة بانيه صغيرة كده في التلاجة وقطعت عليها بصلاية وحطيت معلقتين زيت كده بشوحهم وحطيت فلفل أسمر، بس ما حطيتش توابل تانية ولا ملح ولا أي حاجة. هنزل بقى عليهم ببصلايه، فكره حلوه يعني هتعجبكم ان شاء الله، سهله وبسيطه. هنزل بطماطمايه وفلفلايه كده رومي عليها، مش هحط حاجه تانية خالص. هتشوفوا دلوقتي هحط عليها ايه، بس تستوي شويه. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان هي لذيذه وهتعجبكم جدا. حتى حته الفرخه صغنونه خالص، بس انا الحاجات التانية اللي هحطها هتخليها جميله، يعني هتخليها طعمها حلو ونكهتها حلوه يعني. بصوا هنا حطيت عود شبت وعود بقدونس، خليها طعمها حلو، وقطعة جبنة، اي جبنة عندك كريمي حادقة اي حاجة. انا ما حطيتش ملح عشان كده حتة الجبنة دي هتحدقها شوية هتديها الطعم المطلوب. واعملها ونرجع مع بعض نشوف. اهركها بالشكل ده. لو عندك جبنة فيتا بيخليها روعة، الجبنه الفيتا اللي هي المعلبات بتخليها حلوه قوي. وتدوقي الملح بقى لو محتاجه ملح تاني، بس بعد ما تحطي الجبنه. لو محتاجه ملح حط لها. ونرجع ونشوف هنعمل ايه بيها. انا عاملاها لغرض معين. بصوا يا جماعه، انا معايا هنا قطعه زبده كبيره حطاها وحط عليها زيت. وهيبقى معايا ايه تاني؟ معايا معلقه دقيق كبيره، ونحط ونشوف. انا عايزه اعجنهم واحط سنه فانيليا. بصوا يا جماعه، لو عندك باكو فانيليا بقى حطيه اهو. ليه بقى انا عامله الخلطه دي كده؟ ولو معلقه سكر بقى، نص معلقه، عشان انا حاطه على الايه اللي انا هوريه لكم كده. نجيب معلقه تاني او نص معلقه بالشكل ده. دي الخلطه دي يا جماعه الايه بقى. بصوا يا جماعه بقى، معلش انا بعتذر الفيديو فصل. انا حطيت هنا معلقه ونص دقيق، وحطيت فانيليا، وحطيت زبده على زيت، وسيحتهم كده في الميكرويف وقلبتهم، وهركنهم مع الخلطه اللي انا عملتها معاكم قبل كده دي. ايه بقى هعمل بيها ايه كل ده بقى؟ هعمل بيها فطير لاول مره هعمله. انا عملت الفطير المشلتت معاكم، فهعمل جزء بطريقه لاول مره اعمله معاكم، والجزء الثاني زي ما انتم شايفين كده. انا عجنت العجينه بتاعه الفطير المشلتت وقرصتها زي ما انتم شايفين، عملتها كور صغيره. انا عملته معاكم بالطريقه دي قبل كده، وهعمله فطير عادي مشلتت ده اللي انتم شفتوه قبل كده. انما الطريقه دي لاول مره هعملها معاكم بطريقه حلوه جدا جدا، وان شاء الله هتعجبكم. يعني انا الخلطتين دول عاملاهم عشان الطريقه دي، وهستفيد برضك من الخلطه اللي هي بتاعه السمنه، الزبده على زيت على دقيق على فانيليا على معلقه سكر، وقلبتهم. هستخدمها في فرد العجين، بيخليه حاجة تانية، بروح في حتة تانية. انتوا عارفين طبعا طريقة العجين الفطير المشلتت، هو عبارة عن مية وملح وسنة ومعلقة سكر او معلقتين سكر. انا بحط على الكيلو حوالي معلقتين سكر كبار عشان يديله طعم حلو للعجين، وسنة شعرة ملح كده. وحطيت سنة بيكنج باودر، يعني للأمانة كده سنة بيكنج باودر ومعلقة زيت على الدقيق، وعملته واهو بقاله يجي ساعة بيرتاح. بس انا هبدأ الطريقة دي معاكم عشان تشوفوها وان شاء الله تعجبكم. كده انا حطيت زبدة من تحت على الارضية. الخضرة بقى هنا نحطها كده، ونفرد العجينة عادي جدا.
كده يا جماعه انا هعملها ايه بالطول. شايفين؟ تمام. هنجيب بقى الخلطه اللي انا عاملاها دي ونحط كده ونقفل. ونعمل واحده تانية. كده خلصناهم وخلصنا الفطير، ظبطته فردته يعني وحطيته بس يرتاح وادخله الفرن. دي بقى هنعملها على ايه؟ تعالوا نشوف معانا كده. معلش ان الفيديو كل شويه بيفصل، فهتلاقي الفيديو مش نازل ورا بعضه كده، يعني مش متواصل مع بعضه، بيقطع. يعني انا بقول لكم المضمون ان شاء الله. ده زيت على النار يسخن كده، وهنحط فيه الفطير بتاعنا ده. طريقه حلوه قوي قوي. بس يتحمر شويه من تحت كده وبعدين اقلبه. نقلبه بقى المره دي الناحيه دي وبعدين الناحيه الثانيه. طريقه سهله وجميله بعجينه الفطير المشلتت، تعجبكم جدا، هتلاقيها مورقه وحلوه قوي، والخلطه اللي انا عاملاها جواها دي حلوه قوي. نطلعهم بقى. كده خلصنا الطبق بتاعنا، سهل جدا وطعمه حكايه. ان شاء الله نلتقي في فيديو تاني ان شاء الله عن قريب، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسوناش بقى في لايك واشتراك في القناه عشان ينزل لكم مننا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلامه.